وتزيد لبقاء اللي عايزة تاكل، تبقوا عايزين قمح زيادة ورز زيادة. زكريا بيقول ما نصدر رز ونخليهم آخر السنة شهرين من غير رز. استحملوا. استحملوا شهرين من غير رز آخر السنة، ونبني لكم بدل الشهرين دول مصانع وتاكلوا فريك زي الصعايدة. أقول هذا الكلام بهذا التوضيح وبهذا التبسيط عشان نعرف ما جالناش المصنع ده، والمصانع اللي جت ما جاتش من السماء ولا من المريخ، ولكن اشتريناه. عايزين نبني بلدنا، لازم نصدر. زي ما بقول لكم، ما زكريا بيقول فعلا، وقعد يتكلم معايا وقال لي ان احنا علينا حاجات نجيبها في الخطه الجايه. حاجتين: يا بنخلي البلد شهرين الرز قليل، يا بنقلل الخطه بتاعه السنه الجايه. طب يا زكريا والناس تاكل ايه؟ بيقول اكلهم مكرونه. حقيقي ده مناقشه حصلت بيني وبين رئيس الوزراء. السؤال الحقيقه اللي الواحد بيساله: هل النهارده والبلد يعني في هذه النواحي اتدلعت قوي؟ هل تقعدوا شهرين من غير رز ونزود الخطه كام؟ هل نقعد شهرين من غير رز ونزود الخطة 20 مليون جنيه عن السنة الجاية؟ رئيس الوزارة بيقول انه 2700 مليون جنيه الخطة، انا عايزه فعلا يعملهم 3000، ووفرنا له الليلة 20 مليون جنيه من الرز، يبقوا 2720. ونشوف هنقدر نوفر له قد ايه. الحقيقه العمليه، طب وناس يقولوا طب وليه نعمل 3000؟ ما كفايه 1500 زي السنين اللي فاتت. لا، مش ممكن نمشي ب 1500. لو مشينا ب 1500 اولادكم مش هيشتغلوا، اولادكم اللي في الجامعه هيطلعوا يقعدوا في بيتكم، كل واحد يقعد في بيته، ويبقى الراجل قاعد وولاده طالعين من الجامعة وقاعدين عنده كالمصيبة في البيت، هيعمل ايه؟ مفيش شغل. بعدين مش هيكون في عمل للعمال، هيبقى في بطالة. هتعمل ايه في البطالة؟ تخيل حضرتك ان انا دبرت في خلال شهر ولا حاجة 1000 عربية. ال1000 عربية دول تروح سوق العبور مثلا كمركز للكده، ويتم تدبير مواد غذائيه لهم، خضروات وكلام من هذا القبيل، في عربيه فيها تبريد بيسوقها رجل او شاب، وجنبه 2 بيساعدوه يروحوا الاماكن اللي احنا بنتكلم عليها دي باسعار اماكن فقيره يعني. نعم، الاماكن الدنيا انا بتكلم في 1000 عربيه. انت اعتبرت العربيات دي رد على البطاله؟ لا، ميه